السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناتكم على اليوتيوب. عايزين نتكلم النهارده على شوية حاجات كده في الكرة المصرية، شوية تحابيش. يعني مبدئيا الدوري رايح فين؟ هل يروح لبيراميدز ويبقى أول بطولة ليه، ولا يروح للنادي الأهلي؟ طبعا الزمالك بعيد، الزمالك رمى الفوطة من بدري. الصراع دلوقتي ما بين نادي بيراميدز والنادي الأهلي، والصراع ده يا جماعة هيتحدد، يعني هينتهي بالظبط في ماتشين الأهلي وبيراميدز. يعني انا اعتقد ان الفرقتين هيكسبوا الماتشات كلها ما عدا الماتشين دول، هم اللي هيبقى فيهم كلام. فادينا قاعدين ومستنيين وهنشوف. بس انا عندي شك كده وعندي اساس ان الدوري ده هيتضرب فيه مسمار كده، يعني هيتضرب مسمار في نعشه. يا اما هيتلغي، بس ما اعتقدش انه هيتاجل. انا عندي اساس ان هو يتلغي. ليه بقى يا جماعه يتلغي؟ طبعا في اعتراض من الانديه كلها، وكان اولهم الزمالك وقبليها كان الاهلي عشان الحكام وكده. المشكلة دلوقتي في يعني عندكم مثلا ماتش بتاع بيراميدز وسموحة اللي هو اتلعب على فترتين ده اتلعب على يومين 49 دقيقة، وبقية المباراة كملت في ملعب تاني خالص. المهم اللائحة يا جماعة في الاتحاد المصري لكرة القدم أو في رابطة الأندية بتقول إن يا إما في سبب قهري يا إما مفيش. لو مفيش سبب قهري يبقى سموحة مغلوب 2-0، لو في سبب قهري يبقى المباراة تعاد من أولها. اللائحة دي موجودة في اتحاد الكورة وفي رابطة الأندية. فطبعا الموضوع كان معروف ان هو سبب قهري، كان المفروض المباراة كانت تعاد من اولها. في حد طلع قال تصريح كده من رابطة الأندية بيقول احنا هو ده العدل، عشان ما حدش يقول ان احنا جايين نسمح. هو ده العدل بس لو انت ما عندكش لائحة وما عندكش نص. يعني هو ده فعلا العدل، بس لو انت ما عندكش لائحة. انت عندك لائحة ما طبقتهاش، فهل ممكن في فرق تطعن على المباراة ديت؟ طب المباراة دي ممكن تعاد، تمام كده. في كمان في مشكلة تاني في الحكم محمد الحنفي، ان هو ما عداش الاختبارات بتاعته، تمام كده يا جماعة. فلعب مباراة المقاولين وبيراميدز وكان في كلام عليه وكده. طبعا عشان بيراميدز كسب المباراة فما اتكلمش وما عداش. امبارح لعب مباراة سيراميكا الاسماعيلي ممكن يعني لا قدر الله ممكن يهبط في اي وقت، تمام كده. فهل لو هبط او دخل في دايرة الهبوط ممكن يقدم بقى شكوى في الحكم ده، نشوف المباراة تتلعب ولا تتعاد ولا ايه اللي هيتم. ففي مشاكل حوالين الدوري. انا مبسوط ان بيراميدز بينافس النادي الاهلي على الدوري، بس مش مبسوط ان نادي الزمالك مش موجود. بل يعني في ناس من مجلس الاداره بتدعم نادي بيراميدز بالفوز بالدوري. يا جماعه انتم مستقلين بالامر. يعني اول حاجه ما ينفعش تقللوا من ناديكم كده، دي حاجه. الحاجه التانيه لازم تكونوا موجودين على الساحه. وبيراميدز اداكوا كتف يا جماعه. بيراميدز ادى نادي الزمالك كتف وخد مكان. انا ما عنديش مشكله ان نادي بيراميدز ينافس، بس ينافس الاهلي والزمالك. ينافس الاهلي والزمالك ما يبقاش موجود. بس ده كان فيديو صغير كده يا جماعه، وان شاء الله يبقى فيه فيديوهات تانية باذن الله. سلام عليكم.